أهلا بكم مجددا. أكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة اللواء أركان حرب إبراهيم نصوحي أن المهمة الوطنية للقوات المسلحة في حماية الجبهة الداخلية والمنشآت الحيوية بعد ثورة يناير لم تؤثر على منظومة التدريب أو كفاءتها القتالية. وأضاف نصوحي أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي التدريب على كل ما هو ضروري لجميع العمليات والمهام العسكرية. كفاءة التدريب وتنفيذ المهام بدقة متناهية شعار القوات المسلحة، فالأولوية للفرد المقاتل وتمكينه من الالتحام في أشد الظروف قساوة يكون من خلالها قادرا على الانسجام مع المعدة وإصابة الهدف وتنفيذ ما يكلف به، فالنتيجة تشكل منظومة قتالية تحكم التعامل مع المعارك والحروب. مفيش عندنا كتيبة مشاة أو دبابات أو ما يعادلها ما عندهاش داخل الكتيبه صاله اعداد بدنيه. في خطه تدريبيه موجوده ومحكمه تبدا من مستوى الفرد تمام حتى مستوى اللواء. تدريب واقعي على كل ما هو ضروري للحرب بما يخدم مهمه العمليات بتاعته تمام بيتدرب عليها طول العام. العام ده زي ما قلت سنه ونص. القائد بتاعه قدوه ليه ومثل يحتذى به تمام. كل الكلام بيطلع من معلوماته، حل المشاكل بتاعته. بنقول له ان العرق في الدم يوفر كما كنت العرق في التدريب يوفر الدم في المعركه. وفي مؤتمر صحفي استعرض اللواء أركان حرب إبراهيم نصوحي آليات تدريب القوات المسلحة وتنفيذ المناورات الحربية وكذلك تجهيز المناطق العسكرية، كاشفا عن مناورات للجيش الثالث والثاني شرق القناة للواء مدعم تشارك في تنفيذها جميع الأفرع التابعة للقوات المسلحة خلال الشهر الجاري. في المنطقة الغربية هيبقى في التزام تدريبي برضه مناورة كبيرة جدا في المنطقة الغربية بقوة لواء مدرع مدعم في ده اتجاه الغرب بتاعنا. وبعدين في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي ده والاتجاه الرئيسي بتاعنا عندنا في مناورتين، مناورة للجيش الثالث يوم 21 و22/4 ومناورة للجيش الثاني شرق القناة هتبقى يوم 18/4. جميع الافرع الرئيسيه القوات المسلحه تشترك فيه، سواء القوات الجويه، الدفاع الجوي، القوات البحريه تشترك معانا، الصاعقه والمظلات. الكلام ده بيتم في جميع الالتزامات التدريبيه اللي بنعملها في شكل مناوره على مستوى القوات المسلحه. الغرض من هذا الموضوع او الغرض من التدريب المشترك ده لجميع عناصر القوات المسلحه هو التدريب المشترك لخدمة معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. منظومة عمل متكاملة تحمل لواءها القوات المسلحة تضرب من خلالها أروع الأمثلة في التجهيز والإعداد للفرد المقاتل والمعدة الحربية، تتكون منها وحدة عمل قادرة على صد الأخطار حامية مصر وأهلها، فهي القوات المسلحة المصرية. حماد العربي للتلفزيون المصري. في إطار جهودها لاستعادة الأمن، تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية لملاحقة وردع الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام ومواجهة مظاهر البلطجة. حملة أمنية مكبرة بمنطقة إمبابة شارك فيها العشرات من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة وقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، أسفرت عن ضبط 3 من الهاربين من السجون و11 من المتاجرين في المواد المخدرة و4 متهمين بإحراز أسلحة نارية وبيضاء وتنفيذ 81 حكما في مجال تنفيذ الأحكام. وكذلك في محافظة الجيزة، وبعد ورود معلومات أكدتها التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من الأشقياء المحكوم عليهما في قضايا مخدرات وبحوزتهما 85 كيلو من نبات البنجو المخدر، ويستغلان سيارة مبلغ بسرقتها بدون لوحات معدنية من منطقة عرب أبو النمرس لاستخدامها في ترويج تجارة المخدرات. وفي محافظة البحيرة تمكنت الأجهزة الأمنية وبعد تبادل لإطلاق الأعيار النارية لمدة 3 ساعات تمكنت من ضبط المدعو رمضان محسوب شقي خطر سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة، وقد عثر بحوزته على بندقية آلية، وقد أصيب أثناء عملية ضبطه مجند من قوات الأمن بطلق ناري تم نقله لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم. وفي محافظة الإسكندرية أسفرت الحملات اليومية
الحكومية عن ضبط 4 قضايا سلاح ناري وقضية ذخيرة، إلى جانب 9 قضايا مخدرات و7 قضايا أقراص مخدرة. كما تمكنت الحملات من ضبط 21 قضية سلاح أبيض و5 قضايا بلطجة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة. أكد وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي التزام الوزارة بجميع التشريعات الدولية لضمان حياة كريمة للمسنين. وخلال احتفال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي، أكد النواوي اهتمام الوزارة بتخصيص طب المسنين مع تكثيف الدراسة والتدريب في هذا الحقل الطبي المهم وتوسيع نطاقه داخل طب الأسرة. تعد الشيخوخة السريعة للسكان من الظواهر العالمية التي تتطلب جهودا متضافرة وتعاونا شاملا للاستجابة لمتطلبات تلك الفئة العمرية من رعاية متكاملة، مع تعزيز الدعم الأسري والصحي والمجتمعي لتخفيف أعباء العجز والمرض التي قد تنتابهم. لذا كشف المسؤولون المعنيون خلال الاحتفال بيوم الصحة العالمي أن التمتع بالصحة يساعد المسنين على عيش حياة حافلة ومنتجة ويصبحون مصدر عون ومساعدة لأسرهم ومجتمعاتهم. لدينا الآن استراتيجية إقليمية وضعت بالتعاون مع دول الأعضاء لتعزيز الرعاية الصحية التي تقدم للمسنين لزيادة الوعي حول مكافحة الأمراض المزمنة، السكري والسرطان والأمراض القلبية الوعائية. يجب التدخل المبكر وخاصة في الأجيال الصغيرة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وهذا يضيف رصيد إيجابي في العمر المتقدم. وثانيا توفير البيئات الداعمة للمسنين وتأمين انخراطهم في المجتمع. وأخيرا طبعا التخطيط السليم لفترة ما بعد المعاش. الاحتفال كشف أيضا عن الخطة الاستراتيجية لرعاية المسنين من قبل وزارة الصحة والممتدة لعام 2015، والتي تهدف إلى دمج الخدمات الخاصة بالمسنين بوحدة الرعاية الصحية وطب الأسرة. الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية التي تقدم إلى المسنين دمجت في وحدات طب الأسرة ووحدات الرعاية الصحية. برامج التأمين الصحي أيضا تأخذ في الاعتبار ذلك، وإحنا لتحقيق الخدمة المميزة للمسنين بنعد أطباء الأسرة، والأطباء الأسرة هم اللي سيتدربوا بواسطة أساتذة الجامعات في طب المسنين، ويتم تدريبهم بالتدريب الكافي لكي يقدموا الخدمة المميزة للمسنين. اتساع قاعدة الهرم السكاني عند سن الشيخوخة يفرض تحديات كثيرة على القائمين بالصحة والسكان وكافة مؤسسات المجتمع المدني، في مقدمتها تبني استراتيجية واعدة تحفظ كيان الشيخوخة المفعمة وتصون لها كرامتها التي هي عماد الإنسانية. محمد حلمي، التلفزيون المصري.